وبيبدأ فيلمنا مع دوج هو بيمارس هوايته المفضلة الجري. دوج شغال مهندس معماري وعنده شركة إنشاءات وعايش مع مراته الحامل جيني. بعد ما خلص جري بيروح البيت عشان يلبس ويروح شغله. هناك في شغله بيحاول يبيع المبنى اللي بناه، بس ما بيعرفش عشان المبنى بتاعه مبني بمواصفات غلط وطالع ليه قرار بالإزالة، وبيكون حاطط كل فلوسه في المبنى ده، فده بيأثر فيه جدا ومش عارف هيعمل ايه. بالليل بيخرج مع مراته وصاحبه ستيف، فستيف بيقول له انت محظوظ عشان بعد 3 شهور هيجيلك ولي العهد. فبيتضايق من كلامه وبيسيبه ويخرج بره، فستيف راح وراه وبيقول له مالك. فبيحكي له على المشاكل اللي عنده وان شركته هتقفل، وانه مش هيعرف يأمن حياة ابنه اللي لسه ما شافوش، وكمان بيقول له استحملني شوية وهرد ليك ال50,000 لما الامور تتظبط. انا عارف انك عندك مشاكل كمان. فستيف قال له انا ما سألتكش على فلوس، بكرة كل المشاكل دي تتحل. تاني يوم وهو ماشي بيجيله صداع جامد وبيغمى عليه، فبيودوه على المستشفى ومراته عرفت وراحت ليه هناك. فبيدخل عليهم الدكتور ليفي وبيقول له ان الاشعه بتاعتك اظهرت انك مصاب بورم خبيث في دماغك وصعب استئصاله، وان قدامك 4 اسابيع وتموت. وهم خارجين مراته بتعيط عشان ما معهمش فلوس كافيه للعلاج. ففي ممرض كان عارف مشكلتهم، فراح ليه واداله كارت وقال له الشركه دي ممكن تساعدك. بعدها بفتره بعد ما الدنيا قفلت في وشه بيفتكر الممرض اللي اداله الكارت، فبيقرر يروح الشركه دي عشان يشوف هيساعدوه ازاي. فبيقابل مدير المنظمه مايلز، فدورج بيقول له انت هتساعدني ازاي؟ انت هتديني قرض؟ فقال له لا، انا هساعدك بطريقه مختلفه شويه. انا بمثل مجموعه من الناس اصحاب نفوذ. الناس دول وكلوني ادير مسابقه من نوع مختلف شويه، غير قانونيه، مسابقه صيد. انا عندي الصيادين بس ما عنديش الفريسه، فانا بعرض عليك تكون الفريسه، وفي المقابل هيكون في حسابك 24 مليون دولار تقدر تعالج بهم نفسك وتامن حياه ابنك اللي لسه ما شفتهوش. فدوج بيرفض وبيقول له انا هخرج من هنا واروح ابلغ الشرطه. فمايلز بيقول له لا، انت لو خرجت من هنا هتموت بعد اسابيع، وهتسيب مراتك وابنك اللي لسه ما اتولدش بدون اي فلوس يعيشوا بيها، وغير كده لو رحت للشرطه محدش هيصدقك. فبيسيبه ويخرج، بس بعدها بشويه بيفكر في الكلام اللي قاله وانه فعلا كده كده هيموت، فعلى الاقل اموت وانا بحاول امن حياه ابني. فبيرجع تاني ليه. مايلز قال له مادام رجعت تبقى مهتم، تعالى هعرفك على قوانين اللعبه قبل ما توافق، عشان لو وافقت مفيش رجوع تاني. اللعبة هتكون لمدة 24 ساعة، مع كل ساعة بتقضيها في اللعبة في مليون دولار بيخشوا في حسابك. لو فضلت عايش لمدة ال 24 ساعة هيكون معاك ال 24 مليون، أما لو مت فأي فلوس هتكون في حسابك مراتك وابنك هياخدوها. كمان في شوية قوانين لازم تعرفها، لو رحت للبوليس أو حبست نفسك في مكان تخسر، لو خرجت من المدينة تخسر، لو قلت لأي حد عن اللعبة تخسر. اللي بيطاردوك 5 أشخاص، وكمان مفيش أي استخدام للأسلحة النارية في المطاردة. التليفون ده هيكون معاك لمدة 24 ساعة، عشان من خلاله هيتم تحديد مكانك كل ساعة لمدة 15 ثانية، فلو رميت التليفون تخسر، ولو خالفت أي قاعدة من القواعد دي هيتم مطاردتك لحد ما تموت، مش لمدة 24 ساعة بس. فقال له شكلك متوتر ومش متأكد، خد وقتك وفكر كويس جدا قبل ما توافق، ده رقمي يكلمني لما تاخد قرارك. تاني يوم بيروح الشغل عشان يحاول يبيع المبنى بتاعه ومشاكله كلها تتحل وما يشتركش باللعبة، بس ما بيعرفش يبيعه، فبيروح البيت وهو حزين جدا. وبعد تفكير طويل قرر انه يشترك في اللعبة، وساب رسالة لمراته انه بيحبها. اتصل بمايلز وقال له انه موافق. تاني يوم الصبح على الساعة 6 راح يقابل مايلز في مطعم عشان يبدأ المسابقة. اول ما دخل وقعد مايلز اداله اكل عشان ياكل، فقال له انا مش جعان، فقال له لا لازم تاكل عشان تقدر تجري. بعدها بيفتشه وبياخد منه اي حاجة معاه، واداله التليفون اللي هيكون معاه على طول، وبيحول له 50,000 على حسابه كبداية. فدوج بيقول له المطاردة هتبدأ امتى؟ فقال له قدامك 3 دقايق. فبيتوتر، فقال له استغلهم واسبق الصيادين اللي موجودين حوالينك اصلا. فبيقوم بسرعة من مكانه وبيخرج يجري بره المطعم، فبيركب اتوبيس. بعدها بيجي واحد يقعد جنبه، فبيشك فيه انه يكون واحد من الصيادين، فبيخرج من الاتوبيس بسرعة. مراته بيجي لها رسالة من البنك، فبتدخل على حسابها فبتلاقي 50,000 دولار، فبتتصل بجوزها بس التليفون بيكون مع مايلز. نرجع بقى لدوج وهو بيجري في الشارع، في عربية ماشية وراه، فبيجري منها وبيدخل مول كبير عشان يستخبى من اللي بيطارده. وهو في المول فوق في صياد بيظهر وراه، خلينا نسميه نيكسون، فأول ما بيشوفه بيطلع يجري، فبيدخل الحمامات عشان يستخبى منه. فالصياد بيروح وراه وبيقفل باب الحمامات عليه عشان ما يعرفش يهرب. فدوج خبط الباب في وشه وقعه وهرب منه. وهو ماشي صياد تاني ظهر، خلينا نسميه ريغان، ثبت دوج بسكينة وقال له امشي معايا. فنيكسون شاف دوج وريغان معاه، فبيعطل السلم الكهربائي، فدوج زق ريغان وهرب منه وطلع يجري. فنيكسون طلع يجري وراه عشان يلحقه. فدوج وهو بيجري وقع في شارع صغير، ونيكسون واقف وقافل الشارع ومفيش مكان يهرب منه. بس فجأة بيظهر شرطي وبينقذ دوج وبيخرج من المكان بكل سهولة. وبيفضل يجري وهو ماشي لقى عجلة فبيركبها وبيهرب بيها. بيظهر ريغان وبيوقعه من على العجلة وبيضربوا بعض، بس دوج قدر انه يهرب منه. بعدها بيروح محطة القطر، فبيشوف نيكسون قدامه بس بيلحق يركب القطر قبله وبيهرب منه. فبيدخل الكنيسة عشان يستخبى فيها، وبيدخل غرفة الاعتراف وبيفضل يتكلم مع القس شوية. وهو بيتكلم شاف حد واقف بره، فبيحسب حد من الصيادين، فبيضربه، بس بيطلع في الاخر واحد عادي مستني دوره. فدوج قال للقس
بص انا اسف بس لازم امشي دلوقتي عشان هيعرفوا مكاني. فبيقول له مين اللي عايزين يقتلوك، انا ممكن اساعدك. فقال له مش هينفع اقول لك. فقام مطلع التليفون وبيقول له انا عرفت مكانك من بدري. وبيطلع صياد تاني خلينا نسميه كارتر. دوج انصدم من المفاجأة وقال له انت ما قتلتنيش ليه من الاول؟ قال له انا كنت عاوز اعرف هتكسر القاعدة ولا لا. فدوج مش عارف يهرب منه لانه قافل المكان كله، فما فيش حل قدامه انه يقتله ويهرب منه. وهو بيحاول يهرب كارتر ضربه في رجله وقعه على الارض، ولسه هيقتله السلاح وايده اتعلقوا في الباب. فدوج قام عشان يكمل في ضربه ويكسر دراعه، بس قدر انه يفك نفسه وضرب دوج تاني. بس في الاخر دوج قدر انه يضربه ويحبسه. دوج وهو واقف قدامه بيكلمه كارتر ضربه في رجله واتصاب، بس بيكمل طريقه وبيخرج من المكان قبل ما حد تاني يجي وعشان كمان يعالج رجله. بعد ما عالج رجله راح عند الاستاد وسرق لبس للتشجيع عشان يلبسه، وفضل واقف عند باب الاستاد. وقبل ما نيكسون يوصل ليه كان الناس طلعت ودوج استخبى وسطهم. نيكسون فضل يدور عليه، بس الراجل اللي دوج سرق منه اللبس مسكه وقال له ايه اللي انت سرقته. فنيكسون شافه وجري وراه. دوج عشان يهرب منه ركب في صندوق عربية، وهو في الصندوق سمع اصحاب العربية انهم رايحين مدينة تانية، وبكده هيطلع بره المدينة ويكسر القانون اللي بيقول ممنوع تخرج من المدينة والا هتخسر. دوج فضل يزعق ويخبط في العربية عشان تقف، فبيسمعوا صوته وبيوقفوا العربية وبيطلعوه. فبيقول لهم احنا لسه في المدينة. فقالوا ليه لسه في المدينة؟ فبيرجع تاني على المدينة وبيسرق تاكسي وبيروح على بيته عشان يشوف مراته. ففي صياد كان موجود هناك، فدوج رجع تاني على العربية عشان يهرب. فمراته بتشوفه وهو بيجري من الصياد، فالصياد فضل يطارده وقدر انه يركب العربية وخنق دوج. بس دوج زود بنزين وخبط في التالت وار وخرج من العربية حي. وطلع اللي بيطارده كارتر، ففضل يقول له دوج انه مش هيسيبه في حاله وان هيأذي مراته. فدوج قال له لا مش هتلحق تعمل حاجة وقام قتله. مايلز ما كانش مصدق ان دوج قتل كارتر وكلم المنظف. ده بيكون الشخص المسؤول عن اخفاء اي اثار للصيادين والفريسة عشان اللعبة تفضل في السر. وبيسأله عملت ايه مع الجثة؟ فبيقول له اتخلصت منها ورميتها في البحر ومسحت اي اثار لدوج في مسرح الجريمة. مراته بتروح على عنوان الشركة اللي كان في الكارت اللي الممرض عطاه لهم، بس ما بتلاقيش حد، المكان بيكون فاضي. دوج بيروح يركب مركب عشان ما حدش يعرف يوصل له ويقضي الساعة التانية بدون اي مطاردة. بيطلع المركب وبيسأل الويتر المركب هتطلع امتى؟ فقالت ليه كمان 5 دقايق والاوبن بوفيه كمان 10 دقايق. فدوج فرح انه اخيرا هيشرب وياكل. فبيروح على البوفيه ولسه هيشرب بتدخل على الويتر وبتطلع صياد هي كمان، خلينا نسميها كندي. فبيضربوا بعض شوية. في الاخر دوج عرف يهرب منها وطلع فوق. فبتقول له ان المركب دي لو عدت الكوبري هتخرج من المدينة وكده المطاردة هتبقى للابد. فبيتشعبط في الكوبري وهي كمان وراه، بس دوج خبطها رجل وقعها في المية. بعد ما الساعة التانية بدأت ومكانها يتعرف لا عربية داخلة عليه، بس بيطلع صاحبه ستيف فبيركب معاه. بعدها بيلاقي ان نيكسون بيطارده، فبيخرج من العربية وهي ماشية وبيجري. فنيكسون نزل هو كمان وجري وراه. دوج هو ماشي حد خبطه على دماغه، ولما فاق بيلاقي عصابة مخدرات كانوا فاكرينه شرطي او واحد من عصابة تانية جاي منطقتهم يوزع النوع بتاعهم. فطلعوا ليه الحبوب اللي كان بياخدها لمرضه، فقال لهم ده حبوب للصداع. فقالوا ليه ده مش حبوب للصداع ده حاجة تانية. فالقائد بتاعهم بيقول له انا فتحت تليفونك ولقيت عليه برنامج واحد بس مكتوب فيه ان حسابك فيه 15 مليون، انا عاوز الفلوس دي يا اما هتموت دلوقتي. دوج قال له انت شايف الوقت اللي شغال ده؟ كمان دقيقة لو ما خرجتش من هنا في حد هيجي هنا ويقتلنا كلنا. فبيضحكوا على كلامه، والقائد بتاعهم قال لهم اضربوه. فبيسمعوا صوت الباب بيخبط وواحد منهم راح يفتح، فضرب النار اشتغل. طلع صياد تاني خالص. فاكرين الراجل اللي قعد مع دوج في الباص ودوج شك فيه وهرب منه؟ هو ده، خلينا بقى نسميه جاك. في وسط ضرب النار دوج دخل الحمام عشان يخرج من الشباك، فبيلاقي ريغان طالع من على الماسورة وكده خلاص اتحبس وهيموت. جاك دخل الحمام عليه وكان لسه هيقتله وواحد من العصابة قتله. فبيخرج بسرعة من المكان وبياخد مسدس والتليفون والدواء بتاعه. فبيلاقي المنظف في طريقه، فبيدخل جوه عشان ينظف المكان من اي اثار. فبيحرق البصمات بتاعه جاك عشان محدش يتعرف عليه. دوج هو ماشي في الشارع بيظهر نيكسون وبيطارده بعربية، بس دوج قدر يهرب منه تاني. بعدها بيروح على المستشفى عشان يعرف الدواء اللي بياخده ده لايه. فبيدخل يسأل الممرضة وبيقول لها انا جيت هنا من اسبوع والدكتور ليفي هو اللي وصفه ليا، ممكن تقولي لي الدواء ده لايه؟ فقالت لي ده مضاد للالتهابات. فبيقول لها شوفي كده الملف بتاعي على السيستم. فبتقول له مفيش ملف لدوج ولا للدكتور ليفي هنا في المستشفى. فبيكلم مايلز وبيقول له انت كدبت عليا، انا مش مصاب باي ورم ومش هكمل اللعبة وهبلغ الشرطة. فمايلز قال له انت ما تعرفش اسمي الحقيقي وما تعرفش انا مين وما تعرفش اي حاجة عني، اما انا فاعرفك كويس جدا واعرف مراتك كمان وهي فين دلوقتي. في حد تبعي موجود معاها وبيراقبها. فدوج قال له مراتي مش مشتركة في اللعبة، طلعها بره الموضوع. فمايلز قال له ما تقلقش مش صياد، ده حد عارف عنك كل حاجة. فدوج كان شاكك في ستيف، فقال له ستيف، فقال له ما تزعلش منه بس هو عنده أزمة مالية وعاوز ال50,000 اللي عندك. فقال له كمل اللعبة انت قدامك 90 دقيقة ولو فضلت عايش هترجع لحياتك ومراتك تاني. فمايلز قال له ان المنظف قال لي انك معاك مسدس، انت عارف ان ممنوع استخدام المسدسات، ده ضد قوانين اللعبة. فدوج قال له طز في قوانينك انا حر. فمايلز قال له خلاص
خلاص انا كده هبلغ الصيادين ان استخدام المسدسات متاح ليهم. دوجي كلم مراته وقال لها انت فين، فقالت لي مع ستيف، فقال لها هو سامعني، قالت لي لا، فقال لها امشي من عنده بسرعه وقابليني في اول مكان اتقابلنا فيه. مايلز بعت رجالته عشان يخطفوا مراته ويقولوا ليه كمل اللعبه للاخر ومراتك هتكون في امان. بياخدوها لمايلز فبيقول لها انا اسف بس انا كنت مضطر اعمل كده عشان جوزك يكمل اللي بدأه. دوجي راح للمبنى بتاعه وقرر ان هو اللي هيصطادهم ومش هيقرب منهم تاني، وشغل اضاءه المبنى عشان يعرفوا مكانه. كل الصيادين وصلوا المبنى وبيتسابوا على مين اللي هيقتل دوجي الاول. ريغان دخل جوه وبيدور على دوج، فدوجي ثبته بالسلاح وبيقول له فين مراتي، فقال له انا ما اعرفش مراتك ولا اعرفك انت شخصيا. فدوجي قال له امشي قدامي. فريغان وقع المسدس من ايد دوجي وقعد يضرب فيه، فدوجي ضربه يد وقعه بعيد عنه وقام منزل آلة الضغط على ايده وسابه ومشي. وهو ماشي فجأة بيلاقي صاحبه ستيف، فبيقول له انت خنتني ليه؟ فقال له انت بتقول ايه؟ انت اعز اصحابي، استحالة اعمل حاجة تأذيك. فقال له امال عرفت مكاني ازاي؟ فقال له انا لقيت الاضاءة على المبنى فجيت هنا اشوفك. وهما بيتكلموا ستيف رفع المسدس وقتل كيندي قبل ما تقتل دوج، فنيكسون ضرب عليهم نار هو كمان وستيف اتصاب. دوج فتح تانك البنزين وولع فيه ومات ريغان في الانفجار. فبيخرج هو وستيف بره، فقال له استنى انت هنا على ما الشرطة والاسعاف يجوا، هتبقى كويس ما تقلقش. وراح ضرب المنظف بتاع اللعبة وعرف مكان مراته، فبيروح يفكها بس نيكسون بيوصل وبيضرب عليهم نار. فدوج ساب مراته وقال لها استني انت هنا مش هيعمل ليكي حاجة، وبيطلع يجري ونيكسون وراه لحد ما وصل للسطح ومفيش مكان تاني يهرب فيه. فدوج بيقول له انا ما معيش مسدس فما ينفعش تستخدمه، ده ضد القوانين. فبيقول له تمام وبيطلع سكينة عشان يقتله. فلسه هيضربه دوج اختل توازنه وكان هيقع، فنيكسون لسه هيدخل السكينة في ايده عشان يقع ويموت. الشمس بتطلع وبكده بتنتهي اللعبة بعد 24 ساعة بالظبط. فبيساعد دوج وبيقول له خلاص كده اللعبة انتهت وبيهنيه وبيمشي. مايلز بيكلمه وبيهنيه وبيقول له استمتع بحياتك مع مراتك وابنك، وبيقفل السكة وبينتهي المسلسل ومايلز معاه ملف الفريسة التانية. سلام.